ناس كويسة بتحبك بيشدوك، دايما بيشدوا أزرك. اغلب مشاكلنا على فكرة، اغلب مشاكلنا في الحياة ان احنا بندخل في حياتنا ناس مخادعين للأسف. اهلا يا دكتور، نورت. بندخل في حياتنا ناس مخادعين بيضحكوا علينا، فده بيبقى حاجة وحشة قوي، ده بيبقى سبب في مشاكل كتير في حياتنا، ان احنا بندخل ناس ما تستحقش ان هي تدخل حياتنا اصلا، فبالتالي هما بيتعبونا وبيأذونا نفسيا، اذا كان بقى اصدقاء، اقارب، اي حد. تمام. وعايزه اقول لكم المنصه اللي احنا فيها دي اكتر منصه فيها نفاق بجد والله، يعني الناس الكويسه قوي على اليوتيوب يتعدوا على الصوابع يعني، بعد خبره كام سنه كده. هو ده اللي انا اكتشفته. بعد خبره سنه ولا 2، يعني داخلين على السنتين. تمام. نيجي للنقطه رقم 4. النقطه رقم 4 ان انت تضحك بصدق، يعني خلي عندك وقت للضحك والهزار، اتفرج على حاجات بتضحكك، كل دي حاجات بتغير مودك كده في اليوم وبتخليك مبسوط. الضحك بيفرز هرمون السعادة، يعني في ناس بيحسسوك ان الضحك حرام، اللي هو يعني ما تضحكش، ما تقدرش تضحك على كل حاجة، لا، ايه المشكلة؟ انا بحب اضحك عادي. تمام. فالضحك بيزود هرمون السعادة. افرح طالما في حياتك في شخص بيحاول يفرحك، او في حد كويس في حياتك بيحاول ان هو يسعدك. دي نعمة من ربنا ان انت يبقى عندك شخص في حياتك بيحاول ان هو يقدم لك حاجة، يفرحك بحاجة، يهتم بيك في حاجة. كل دي نعمة من ربنا، فالمفروض ان احنا برضو نبقى ممتنين ليها. يبقى كده رقم 4 ان احنا نضحك، يعني اضحكوا. ما تكشروش. نيجي للنقطة الخامسة. حاجات برضو بتخلينا مبسوطين، ان انت اعتني بنفسك. اعتني بنفسك يعني خد وقت ترتاح فيه. ما ينفعش حياتك تبقى كلها طخ 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 طخ، مشاوير وشغل ومش عارفه ايه، لا. خد وقت. تمام. نام كويس. اهلا يا نور. نورتي يا نور. خدي وقت ان انت ترتاحي. نامي كويس. كلي اكل صحي. العبي رياضه لو انت يعني اي حاجه، اي مشكله عندك لازم تحاولي انت تحليها، يعني لو انت عندك اي مشكله مثلا رفيعه قوي، تخينه قوي، جسمك مش متظبط، ما تسيبش نفسك كده وما تسيبيش نفسك كده. وبرده الرياضه بتزود هرمون السعاده، تخليكي تبقي مبسوطه جدا لما تعمليها. حتى لو انت هتمشي كل يوم نص ساعه، ده هيفرق قوي في يومك على فكره. تمام. نيجي للنقطه رقم 6. حاجات برضو يعني تخليك مبسوط، ان انت تتخلص من مقارنة نفسك بالاخرين، وتركز على نفسك وعلى تطورك انت، تشوف انت نفسك وصلت لفين. تمام. تشوف انت نفسك وصلت لفين. ما تقارنش نفسك بحد. عارفين المقارنة بتسحب مننا الطاقة بتاعتنا الحلوة، يعني انت مثلا كنت متحمس تعمل شغل معين، وفجأة لقيت شخص مثلا انت بتقارن نفسك بيه هو علا عليك او عمل حاجة بوم طخ مثلا، فانت بقى ايه، يجيلك احباط، فما تعملش الحاجة كويسة اللي انت كنت هتعملها، مع ان انت كان ممكن اصلا ان انت لما تعمل الحاجة اللي انت كنت ناوي تعملها دي تنجح، تبقى اكتر منه، تبقى كويس وشاطر اكتر منه. تمام. ولكن الصوت واضح. احسنتي، نقطة حلوة. الرياضة البسيطة بتزود السعادة. نكمل. حبيبتي يا حور. حبيبتي يا فرحتنا في لمتنا، شكرا. فالمقارنة بتسحب منك طاقتك وبتقلل من سعادتك، يعني طول ما انت بتقارن نفسك بالناس عمرك ما هتفرح، عمرك ما هتنبسط، عمرك ما هتحس ان انت فعلا نجحت. حبيبتي يا حاجة منى، نورتي. طيب نيجي للنقطة 7.